صباح الفل يا ست الكل. معاك رضا المسيري من شركة المصرية للمبيعات. نحن نختلف عن الآخرين خالص. يا رب تكوني بخير دايما. عايزه تطلقي؟ حسيتي ان انت في اخر النفق ومفيش فايده؟ الطلاق او الانفصال فكره بقت بتعدي وبتمر عليكي كتير جدا. فكري كويس قبل ما تاخدي الخطوه دي. تعالي وانا اقول لك كلمتين كده على الماشي خلي بالك منهم. بص يا ستي، في ازواج كتير انصلح حالهم في ال3 شهور بتوع العده، وما تنسيش ان الزوج يقدر يرجع حضرتك في الشهور العده من غير عقد ومهر جديد. اما لو العده انقضت فالزوج يقدر يرجع حضرتك بعقد ومهر جديد، وده طبعا بموافقتك انت. لازم تفكري كويس وتراجعي نفسك. تنسيش ان انت لازم تبعدي عن الناس، ان الشيطان لو قعد معاهم هيستعيذ هو بالله. الوقت اللي انتوا هتقضوه بعيد عن بعض كفيل ان هو يحل كل مشاكلكم. خلي بالك انت اكيد مش هتبقي مبسوطه وانت قاعده بعيد عن جوزك. عايز اسالك سؤال، هو كويس معاكي؟ طيب معاكي؟ لا لا. نيجن وياكي؟ لا 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 لا. مشاعره رايقة؟ لا يا ستي. نوايح بريئة؟ لا يا ستي لا. مشاعره رايقة؟ لا انا قلبي مش مطمن للموضوع ده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.